الشاعر درهوم البقمي. تعينت بنت عمه معلمة في بلدة كحلة ديرة الأحامدة من حرب، وجت البنت وأمها وأبوها، وسكنهم الشيخ عواد الأحمدي في منزل واحد من عياله، منزل مستقل، وقال هذا محل، إلين يقول الله ما يقول. لقوا الكرم والضيافة وحسن الاستقبال والجوار. دارت الأيام وجاها البنت نقل ورجعت لديرتها. فمن باب رد الجميل ومن باب معروف أهله والوفاء، كتب الشاعر درهوم البقمي أبيات وأهداها لعيال الشيخ عواد، قال وصلوها لأبوك يقولون غادي معها حد، هذا ما ندري وش هي. الأبيات طويلة وبنحاول ناخذ منها اللي نقدر عليه. يقول حنا نزلنا منزل وسط الأجواد، ديار حرب مخضبين الهنادي، قصيرنا عواد ونعمل بعواد، فعله طيبه مثل فعل المهادي، شيخ على العليا فلاه بكواد، قالها رقي الطيور الهدادي، بيته على مدخال كحلته كان يمين أبه للطراقي ينادي، رفع لها البيضة على روس الأشهاد، كف الندية جعلها بازدياد، قلته وانا درهوم من ماكر الناد من لاد سامي محتمين الطرادي. والله نعم بقوم سادات على كل الأسياد، وقصيرنا يهنا بحلو الرقادي. أنا الأبيات طويلة بنزلها لكم كاملة. يقول فيها والطيب وفقه كان حظ الفتى جاد، الدين ساسه من خطى الدين غادي. إنا نزلنا منزل وسط الأجواد، بديار حرب مخضبين الهنادي، قصيرنا عواد فعلا وطيبة مثل فعلها المهادي، فعلا وطيبة مثل فعلها المهادي، فعلا وطيبة مثل فعلها المهادي.